السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة معانا حلقة مش بودكاست، هو مش بودكاست ولكن دردشة كده مفتوحة من القلب للقلب عن الصديق المقرب ليا وصديق الطفولة قبل ما يبقى يوتيوبر وقبل ما يبقى شخص أنا بحب أتابعه على السوشيال ميديا. هو صديق ليا من زمان جدا. حضراتكم النهاردة هتشوفوه وتعرفوه بشكل مختلف، في حاجات كتيرة ما تعرفوهاش عنه وعن شخصيته الحقيقية، وهي حاجات كلها جميلة يعني مفيش حاجه وحشه يعني، ولكن هو النهارده ان شاء الله هيوعدنا ان احنا هيفتح لنا قلبه وهنشوفه بصوره مختلفه عن اللي هو اللايفات والفيديوهات اللي بيظهر فيها على السوشيال ميديا. فكل سنه وانت طيب. رحبوا معايا بخالد الكردي. حبيبي يا اخويا، كل سنه وانت طيب، وبحييك على الاستضافه الجميله دي، وانت عامل شغل كويس ان شاء الله، يعني حلقه تعجب الناس. ربنا يخليك. اتمنى النهارده ان شاء الله يعني هتشوفوا حاجه محترمه مع راجل محترم، راجل زملكاوي من الناس الزملكاويه الشديده. هنعرف دلوقتي زملكاوي ولا اهلاوي؟ عالم الاهلي ولا انت مش حاطط عالم الزمالك؟ بصراحه يعني عالم الاهلي منور. انا لسه بقول لك فين عالم الزمالك؟ ما لقيتوش، ما حد. طب يعني انت راجل اهلاوي، انت راجل محايد برضه يا كابتن. لا طب ما تيجي هنا، وانا يعني مع احترامي للنادي الاهلي بس يعني ده الناس بتقول عليك اهلاوي اصلا مش زملكاوي. لا الناس تقول براحتها يا عم. انا يا جماعه معلش بيقول لك مش عايز اقعد قدام علم الاهلي. والله مش كده يا عم، لا يعني اللي بيقولوا عليه متزملك ومش عارف ايه عشان عادي انت لابس ابيض فقاعد ورا طب ماشي، ما هو دي في ابيض ممكن انا ابقى ورا الابيض وانت تعالى. يا كابتن خالد معلش يعني ما بوظ لك الدنيا بس هتعدي. معلش احنا اسفين يا جماعه سؤال اهو يا بيه انت كده ماشي يا بيه واحد اهو. ده عالم الاهلي وراك يا باشا وانا زي الفل. عامل ايه خلوق؟ الحمد لله والله. كل سنه وانت طيب. انت يا حبيبي. رمضان كريم عليك. الله اكرم وعليك وعلينا وعلى كل الناس، وكل سنه والمشاهدين كلهم طيبين. وان شاء الله باذن الله الحلقه تعجبكم ونكون خفاف عليكم ان شاء الله يا رب. نبداها كده سخن يلا عشان نخش في الموضوع على طول. هو خالد الكردي اهلاوي ولا ايه؟ ولا زملكاوي؟ الناس هي اللي بتسال مش انا. انت يعني انت لسه بتقول في اول الحلقه ده هزار. لا ده هزار، احنا عايزين اصحاب وحبايب وعشره واحنا صغيرين، فانت عارف. انا بالله عليك يا اخي انا زملكاوي ولا انا عارف حياه عيني يا جماعه. انا عارف خالد، انا زملكاوي ولا انا بسالك انت. الناس ما تعرفش. انا بسالك انت. انا هنا بلعب دور يعني محامي الشيطان. انت عايز انت عايز تولع فيا. مش هولع، الناس ما تعرفكش. انا عن نفسي يا اخوانا عارف خالد من قبل ما يتولد، بس الناس بتقول ان انت متزملك او ان انت بتجامل الاهلي وبتجامل النادي الاهلي. مش عارف ليه يعني. والله مش عارف، بس جاوب على السؤال. انا زملكاوي يا عم. خالد اكيد زملكاوي يا جماعه، من النخاع او حتى النخاع. خالد زملكاوي. اللي بيقولوا ان هو بيحلل او بيكون محايد شويه في السرد واللايفات اللي بيطلعها، واخد سكه مش كتير واخدها. خالد بيحاول يكون مع الحق. في ناس ما بتحبش كده، اخواتنا الزملكاويه في ناس بتحب كده طبعا، وبتحب انها تسمع راجل بيحترم نفسه وبيحترم عقليه المشاهد اللي بيتفرج عليه، وفي ناس لا. بس خالد واخد الطريق ده، ودي حاجه كويسه ان الناس كلها بتحبك. يعني جمهور الزمالك المحترم بيحبك، جمهور الاهلي المحترم بيحبك. الحمد لله. سيبك بقى من الناس اللي هي بتقول عليك متزملك، مع ان انا عارف حاجه. انا عارف حاجه، خلي بالك. الحاج والحاجه في البيت زملكاويه صدق. بيقولوا له برضه ده كلام الناس باين حق، لانه بيقعد ينغص فيهم برضه اثناء ايوه والله. اثناء يقول انت خلاص بقيت اهلاوي اصلا. الجمهور بتاع الزمالك كله، مش بقول لك اللي بيشجع خالد او مش بيمثل لك ايه. جمهور الزمالك بالنسبه لي طبعا، يعني انا بدايه قبل ما اتعرف جمهور الزمالك كان هو سلم النجاح بالنسبه لي، وانت عارف حاجه زي كده. بدايه من ان انا بدات اخش في الميديا ولما كنت بقلد المستشار مرتضى. اكيد ده جاي له فاهم. والمرور بقى بالوقت ده كله على السوشيال ميديا، فجمهور الزمالك كان هو سلم النجاح بالنسبه لي بصراحه. وانا بحترم جمهور الزمالك، وجمهور الزمالك بالنسبه لي في حته ثانيه مهما قال ومهما عمل، طول ما هو بعيد عن الغلط يعني الحتت دي. بص قول رايك فيها براحتك، انا مش الانتقاد عادي. عادي بالنسبه لي، بحترم الاراء كلها يعني. بس جمهور الزمالك بالنسبه لي انا واحد منهم، وانت عارف. دي يا جماعه ما فيش احسن مصالحه اكتر من كده ولا احسن منها في شهر رمضان. يعني الراجل بيقول لكم انتوا اللي السبب في انكم طلعتوه. ده حقيقي. وده حقيقي. ده حقيقي. الراجل ما بينكرش ده، ولكن هو بيزعل من بعض التطاول، بعض الالفاظ الخارجه عليه.
انت انتقد براحتك، قول عليه ماشي، قول عليه متزملك، قول عليه براحتك، بس يعني هو الراجل بيتناول بطريقه حياديه. في ناس بتدخل في حتت صعبه يعني ده غلط. شتيمه ده واهل، غلط. فربنا يهديه. طيب بداية كده خالد، البداية الحقيقية لخالد في عالم الميديا أو عالم كرة القدم كانت إزاي؟ بدأت منين يعني؟ والله بص، هو انت عارف ان انا بحب الكوره من زمان وبشجع الزمالك من زمان، وفي حته الكوره والتقليد ومش عارف ايه، انت عارف من زمان احنا مع بعض يعني. أكيد. انما بدايه الشهره على السوشيال ميديا كانت من نقطه المستشار مرتضى. من التقليد. لما طلعت قلدته كنت انا الوحيد في مصر، ويمكن أول الناس اللي أصلا جرأت إن هي شيء جامد جدا فترة طويلة بصراحة. ولحد دلوقتي بقول الراجل ده مهما اختلفت معاه ومهما انتقدته بقوة بحترمه، ومش عمري ما غلطت فيه، لأنه كان سبب من ضمن الأسباب إن أنا الناس تعرفني والناس تشوفني بصراحة يعني. ده حقيقي. بأمانة بصراحة يعني. فهو الراجل يا بيه هو السبب، فاهم يا ولد؟ دي البدايه بتاعت خالد، اللي عمل حاجه كانت لسه جديده وقتها. يمكن دلوقتي او بعد كده شفنا ناس كتير بتعمل الحركات دي، بس خالد مش بس المستشار مرتضى، لكن كان عنده مجموعه شخصيات كبيره بيقلدها، بس هي اللي ضربت معاه واللي عرفت الناس دي، وهي جت في يعني مش دي حاجه وحشه، لا هو خالد بيحب الزمالك وبيموت في الزمالك، فكان سبب شهرته انه بيتريق او بيقلد، بلاش يتريق، على رئيس نادي الزمالك. هل تنكر ان سيادته كان سبب في شهرتك؟ وانت بتقول عليه ان هو اللي دمر الزمالك ووقع الزمالك، وانت قلت انا بحترمه، بس طبعا. هل هو فعلا السبب في اللي حصل للزمالك مؤخرا ولا؟ اكيد، بس هو السبب في شهرتي دي طبعا، انما هو السبب في اللي حصل للزمالك من وجهة نظري 100%، مش 100% بس. لان هو دخل نادي الزمالك في معارك مع اشخاص، مع هو شخصيا اثرت على نادي الزمالك بالسلب. وكنا بنشوف الرعاة، وكنا بنشوف الشركات، وكنا بنشوف الاعلام، وكنا بنشوف حتى الانديه بتتعامل مع نادي الزمالك ازاي. ان النادي الاهلي مثلا يخطف مروان عطيه من الزمالك، فتلاقي طالع بيخبط في محمد فتقطع العلاقه مع نادي الاتحاد السكندري. فهو كان المشوار كده، هو يعني ليه ايجابيات كتير، لكن برضه ليه سلبيات كتير. والفترة الأخيرة السلبيات كانت كتير جدا في كل الألعاب، فبصراحة كان وقته خلص في نادي الزمالك. معارك شخصية تدخل على حساب النادي أو على حساب بالذات يعني فريق كرة القدم. ده حقيقة. شفنا ممدوح عباس أو الأستاذ ممدوح عباس بعد ما المستشار مشي وجه كابتن حسين لبيب بيدعم نادي الزمالك وفك العجز عن نادي الزمالك وبيقف مع نادي الزمالك، وبالتالي المعركة ما كانتش مع نادي الزمالك، كانت مع الشخص. ولما كنت أنا بطلع أنتقد الأسلوب على الإعلام بتاعنا على قناة الزمالك أو ردوا على النادي الاهلي ومعاملته الكابتن محمود الخطيب مش حلوه، والحمد لله كنت من اوائل الناس اللي اتكلمت في النقطه دي، وربنا وفق. جمهور الاهلي كمان جالك بعد الكلام عن قناه الزمالك بالذات، لما كنت بتطلع تنتقد الناس، وقتها كانت فتره صعبه جدا. القناه كانت رايحه في سكه ما كانش ليها رجع يعني، وما كانش ينفع انها تكمل اصلا. شكلنا كان وحش قوي بصراحه يعني. مش عارف ليه بقى الزملكاويه كانوا بينتقدوا خالد الكردي لما بيتكلم. يا جماعه انتوا كان عاجبكم يعني، انت كان عاجبك اللي كان بيحصل على القناه بالليل وبالنهار؟ بص انا اقول لك الزملكاويه او بعض الزملكاويه يعني كانوا بينتقدوا ليه؟ علشان هم مش بينتقدوك علشان انت بتقول ده مرتضى والقناه بتعمل، هم عارفين ده. انما مش عايزينك تقولوا كده تجملا في النادي الاهلي، وانك بترد ان النادي الاهلي افضل في الحته دي هم انا فاهم. ذلك اقرب الناس ليا اللي انا وانت نعرفهم عندنا هنا زملكاويه وعارفيني، يقولوا لي مثلا احنا عارفين ان انت بتقوله حقيقه، بس متضايق انك بتقول، بس ما ينفعش بتقول. واحد زملكاوي يعني صاحبنا برضه من زمان قالها له وش قدام، انا عارف ان انت بتحب الزمالك بس ما ينفعش تقول كده. والله يعني ليه؟ حق يعني خلاص ما في الاول وفي الاخر انا مش مسؤول في نادي الزمالك او حد صاحب كلمه، انا راجل يعني بقول اللي جوايا. ومع ذلك ما بقولش محايد بشكل قوي، بقول انا انتمائي زملكاوي وتعصبي في ماتشات الزمالك اكتر من ماتشات الاهلي، ده طبيعي لان انا زملكاوي حقيقي، بس وانا اشهد على كده يعني. حبيبي. بعد تغيير مجلس الاداره وبعد الصفقات الجديده اللي عملها نادي الزمالك، شايف الفتره اللي جايه هتكون ايه بالنسبه لفريق الزمالك في البطولات او في المنافسه حتى على البطولات اللي هو متواجد فيها حاليا؟ والله اتمنى ان شاء الله الزمالك يكون افضل، عشان بصراحه فنيا لحد دلوقتي الصفقات شفنا منها حاجه، ولا جوزيه جوميز لسه حط
البصمه اللي تخليك تطمن مستقبلا انك عندك الراجل فريق. لسه جاي. ما انا بقول لك يعني ما اقدرش اقول لك ان شاء يعني اتمنى ان شاء الله الزمالك ياخد كل البطولات اللي مشارك فيها، انما بالعقل والمنطق الموسم ده اعتقد صعب جدا، على الاقل الموسم ده صعب. الكونفدراليه اللي هو فيها حاليا اتمنى لكن مش سهله برضه، مش سهله. يعني انت تتمنى، لكن توقعك ايه؟ شايف ممكن يوصل لفين الزمالك فيها بعد ما بيقولوا انها هتتلغي كمان؟ لا يبقى نحس بس الصراحه الناس دي لو تشارك. عندنا فيوتشر ان شاء الله ممكن ناخد البطوله. هتقول لي فيوتشر، فيوتشر فرقه كويسه، عندها لعيبه كويسه. كل التمنيات طبعا بالسلامه للكابتن طبعا احمد رفعت. احمد رفعت ربنا يشفيه ان شاء الله ويقوم بالسلامه رجعه تاني. وادعوا له يا جماعه في رمضان ان شاء الله يا ريت. ربنا يقوم باذن يا ريت الله في الأيام بالسلامة. اللي- ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله. اللهم امين. بس ماتش فيوتشر صعب. فيوتشر صعب. صعب. الزمالك لازم يعمل حسابه أكيد. كويس. هم الماتشين في استاد القاهره، واتمنى ان شاء الله الزمالك يعدي الدور ده. لو عدينا بعد كده يبقى الموضوع احسن ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك، لان الاهلي مش مشارك في البطوله مش اكتر. انا بتمنى التوفيق للنادي الاهلي برضه في دوري ابطال افريقيا، ده مبدئي يعني. أنا عارف. ايوه وإحنا. الزمالك مش مشارك فيها خلاص. دي المفروض تكون الروح اصلا، يعني احنا مش مع بعض في بطوله فخلاص انا اتمنى لك التوفيق وانت هتقول تتمنى لي لي ما هو التوفيق. الاهلي ما هو الاهلي كده كده بيعلى عننا فليه يعني احرق دم من ناحية؟ ازعل نفسي على الاقل عشان التحفيل بس. لما بيحس ان انت فاهم متعاطف معاه برضه وانت فاهم يقول لك خلاص بقى راجل محترم يعني سيبه يفرح. طيب بالنسبه للزمالك، انت شايف الجيل الحالي او الزمالك المرحله اللي جايه هيبقى زي الجيل بتاع سنتين كده، ولا انت اصلا عندي سؤال يعني جه على دماغي دلوقتي، الجيل الذهبي للزمالك كان فين وامتى ومين؟ يعني الاهلي احنا بالنسبة لي- عارفين في جيل ذهبي للاهلي. انا بالزمالك بالنسبه لي لا كانت 2001 و2002 و2003. رجعت كتير، انا مفكر هتقول لي 21 لا ممكن يعني في السنين الاخيره دي ممكن اللي هو ماتش نهائي القرن كان جيل كان في فرجاني بن شرقي ومصطفى محمد وطارق حمد. برضه جيل كان يعتبر يعني جيل فرقة- لا، كان فيه فرقة بطولات الى حد فرقة ما جامدة. محليه، بس كان فيه بطولات. وكمان يعني خدنا السوبر الافريقي حصل. الفرقه كويسه بصراحه. هو ده الجيل يعني في الاخر 20 سنه. لكن ده 2001 ده اللي هو الجيل على مر 2001 لحد 2003 ده كابتن حازم امام عبد الحليم علي بقى كان أفريقيا. لطيف وجاب كان هو طارق كان الزمالك طارق السعيد مسيطر يعني. محمد عبد الواحد بصراحه ده الجيل بالنسبه لي ده احسن جيل شفته للزمالك. الجيل الحالي في الزمالك ممكن يصنع جيل ذهبي زي كده في المستقبل ولا صعب؟ الحالي بالصفقات اللي جايه بالقديم الحالي وكل- الصفقات اللي جايه دي سنتين ثلاثه ولا لسه مش هتلاقي كل ده. لا ما في ناس ماضيه 4 سنين. ماشي السن بقى عبد الله السعيد. لا ما انا بتكلم على الصغير مش الكبار دول يعني. مش عارف لا ما اقدرش بصراحه. بعد ما نعدي فتره الكبار اللي هو عبد الله وشيكا والناس دي هيكون في لسه جيل طالع، عندكم لسه شباب صغير. لا ما هو الناشئين بني عليهم يعني ولا الزمالك الناشئين فيها محتاج؟ مواد جامده بصراحه. بصراحه انما المشكله في الاهلي وفي الزمالك وفي الزمالك اكتر ان اللاعبين الناشئين يعني عندك من اسامه فيصل، اسامه اشرف واحد هداف الدوري النهارده مع بلديه المحله. مش بيتبص لهم. عندك الظهير بتاع الجونه اللي جاب فينا جول ده بتاع عندك مش يعني بيطلعوا مع الفريق الاول كام موسم ولا نص موسم ويطير بره وبعد كده تبيعه بقى النهائي وترجع تشتريه وترجع تجيبه. فدي غلطه. لو من المشكله الناس ما بتستحملش انك تعمل بناء من بدايه الناشئين وتستحمل الخساره لحد ما يجي الانسجام ويتقالوا انت فرقه جماهيريه عايز ما حدش بيستحمل تجديد بسرعه. ده بالظبط كده. مفيش صبر. لا بس ممكن يشتغلوا على الناحيتين مع بعض. ما هو الزمالك بص الفرق الكبيره دايما عندها قطاع ناشئين قوي. بس المشكله زي ما انت عارف كله بيضغط في ضغوط عايزين يكملوا بالظبط. جيل الاهلي الحالي ممكن نقول عليه جيل ذهبي بما عنده من بطولات يعني. الجيل ده عمل بطولات كبيره بصراحه طبعا مع كولر بالذات. يقارن بجيل مانويل جوزيه ولا؟ على فكره كولر في ارقام يقرب لجوزيه يعني. مثلا جوزيه اكتر فوز متتالي ليه على الزمالك 5 مباريات. كولر المباراه الاخيره دي الرابعه. انت فاهم بطولات كمان مع النادي الاهلي. جابها بالزمالك مع ان كان ممكن يجيب اي فريق تاني. راجل محايد يا جماعه. لا مالكش حل والله. في واحد في الزمالك برضه كان اكتر واحد اتغلب في مسيره ما علينا. هو اللي شيكابالا. لا ما دي يعني اكتر لاعب اتهزم قدام الاهلي شيكابالا. ايه رايك في الموقف اللي عمله؟ لا قلت رايي طبعا. خير. لا قلت رايي موقف مش محترم
وبالنسبه لي قلل من نادي الزمالك وجماهيريته ومن الناس الحضور اللي كانت حاضره، وزير الشباب والرياضه ورئيس نادي الزمالك ده في بلد تانية اصلا يعني، وقدام دولة كمان شقيقة بس. توتي بقى ورونالدو الظاهره ليه؟ مورينيو بتعمل كده. وانت ككوره يعني انت ما اديتش كلاعب ما. انت كشيكابالا يعني ما. وبعدين في مثال، في فيديوهات مثلا لامام عاشور جمهور الزمالك بالعبيط بيحفل نفس عليه برضه الكلام نفس الكلام. تمام. ولا اي حاجه، رد في الملعب واحتفل بالهدف وبكى كمان بعد ما عملش حركه استفز بصراحه. لا شيكابالا غلطان، واتمنى انه يا اخي في عقليات في معلش يعني في جمهور الزمالك زي ما في الاهلي برضه. اكيد لا هنا وهنا بصراحه. بس في ناس حتى اخذت موضوع امام يقول لك ايه ده امام عاوز يصالح جمهور الزمالك وراح لشيكا ويعني الناس دي بتفكر مش برضه امام هيفضل ما شتمش يقول ده ما شتمش لو مش عارف بصراحه. لكن لا شيكابالا غلطان في الموقف ده طبعا. اكيد كان الافضل ان هو يبين ده في الملعب، او حتى لو ده حصل ما يعملش اي حاجه بقى ولا يدي اي رياكشن، خلاص يستلم بقى الميداليه ولا يطلع او ما تاخدهاش اصلا. يعني عادي يعني افضل ان انت تعمل كده وكده. مش حلو. جمهور الاهلي اصلا ما غلطش فيه. وحتى لو الموضوع اللي هو التحفيل اللي زي ما قلت لك، اللي احنا شفنا فيديوهات لامام عاشور ولعمر جابر، ما عمر جابر برضه مسكوه برضه في كام كوره، هو عادي عداها، ده جمهور يعني محدش تقدر تقول ان شيكابالا بيستفز بسرعه، مع ان جمهور الاهلي المره دي بصراحه عشان نكون يعني مصداقيين شيكابالا اكتر واحد بيستفز بسرعه بصراحه. طيب رايك في زياره كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي للزمالك الفتره الاخيره؟ هل ده ممكن يساعد في يعني الجماهير ترجع تحب بعضها زي زمان، يكون في مش تحفيل يعني، يكون في منافسه، يكون في بس ما يكونش في غلط، ما يكونش في تطاول، يعني تنتهي المرحله بتاعت الله يرحم المرحله دي يعني؟ هل ممكن ولا برضه الجماهير هتفضل؟ لا بص، هو في الاول وفي الاخر الجماهير هتفضل جماهير يعني. بعض الناس مش بتتغير، انما زياره كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي لنادي الزمالك زياره تاريخيه هتفضل بص يعني سنين كتير لقدام. زي زياره صالح سليم زمان كده لسه فاكرينها. وشيء محترم جدا جدا من كابتن حسين لبيب انه يدعو كابتن محمود الخطيب لزياره نادي الزمالك، وشفنا الحب والاحترام والاستقبال ونفس الدعوه ردها كابتن محمود الخطيب لكابتن حسين لبيب. وهيتم ان شاء الله زياره النادي الاهلي من قبل مجلس اداره نادي الزمالك في اخر مارس ان شاء الله، وهتبقى زياره برضو عالميه تاريخيه واستقبال مشرف من النادي الاهلي زي ما شفنا من نادي الزمالك. وهي دي الروح اللي احنا عايزينها، اللي كان خلاص بقى يعني العزبه راحت. العزبه راحت. انت شايف ان العزبه راحت؟ طبعا خلاص اللي جاي خلاص بقى ان شاء الله. مش عزبه، لا يكون في مجلس، والمجلس اللي جاي يتغير والدنيا تمشي بسلاسه باذن الله. نتمنى للزمالك كده يا رب. طيب ننقل بقى من الاهلي والزمالك نروح للمنتخب. هل برضه انتهت الحقبه بتاعت الاخ فيتوريا ولا اللي جاي مع كابتن حسام؟ انت اصلا كنت تتمنى ان كابتن حسام حسن يم وهو اللي يمسك المنتخب؟ طبعا. ولا حد غيره؟ لا كنت اتمنى. لا هو افضل حد. انا بالنسبه لي كنت اتمنى كابتن حسام ياخد التجربه، لان كابتن حسام عارفين قوه الشخصيه اللي عنده، وعنده حماس غير طبيعي. ومعروف ان اللي بيبص فكره في المباريات بيخلي اللعيبه تموت نفسها في الملعب، وهو نفسه يحقق حاجه البلد. وراجل عنده تاريخ قوي جدا جدا كمنتخب مصر وكان النادي الاهلي وكان نادي الزمالك، وهو افضل مهاجم في تاريخ مصر. وبالنسبه لي هو اسطوره الكره المصريه وليس محمد صلاح. ده حاليا قصدك؟ اصل في اسطوره ثانيه كابتن محمود الخطيب انت شايفه مش اسطوره؟ لا اسطوره، بس بالنسبه لنا الناس اللي شافتها عيني حسام حسن افضل لاعب في تاريخ مصر. في التاريخ كله قديم وجديد افضل من صلاح بالنسبه لي، لان انت لما احطك افضل لاعب في التاريخ لازم تكون عامل حاجه لمنتخبك. معلش يعني كابتن حسام حسن راجع التاريخ وانت تعرف مين حسام حسن وعمل ايه مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي، ولما راح النادي الاهلي مع نادي الزمالك. فبالنسبه لي كابتن حسام اختيار اتاخر كتير للمنتخب، وان شاء الله ربنا يوفقه. وان كانت القائمه يعني بصراحه فيها بعض الحاجات غريبه، انما اعتقد ان دي مش القائمه. هو يتحمل مسؤوليه، هو بس هيلعب البطوله الوديه بيها وبعد كده هيكون في تغييرات كبيره. هو قال انا عندي عناصر مش جاهزه اكيد. فان شاء الله باذن الله بس نشوف شكل المنتخب مع كابتن حسام وفي فرق ولا لا. واتمنى من اتحاد الكره يسيبه يشتغل يدعم التجربه الجديده دي، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. شايف برضو اتحاد الكرة كان السبب ولا فيتوريا في خسارة أمم أفريقيا؟ ما هو اتحاد الكرة هو اللي جايب فيتوريا.
فيتوريا اتحاد الكوره كله ولا واحد بعينه؟ كابتن حازم امام. اه. وانا طلعت قلت بالاسم كابتن حازم امام يحاسب على 3/4 الفاتوره بتاعت الليله دي. هيحاسب هيعمل ايه؟ هيدفع له هو لانه كابتن، لا مش كده يعني ما اعرفش، بس كابتن حازم امام كان اكتر واحد بيدافع عن الراجل ده. كان اكتر واحد بيقول الراجل ده افضل اختيار وانا فخور ان انا مختاره وهو ولكن طلع اي كلام، بطيخه. طواجن زي ما والله العظيم. يعني شفنا شكل المنتخب وهو اساسا مدرب تحس ان هو ما عندوش شخصيه انه يقود منتخب مصر زي ما بيقولوا في ادغال افريقيا. هو اصلا في المنتخبات انت عارف انه ما مسكش اصلا المنتخبات قبل كده. يعني مش عارف. على كابتن رضا عبد العال قال لك هربان من اقساط هناك وجاي جاي يضحك علينا هنا. جاي لا بصراحه، فلما تقارني لو من كل ناحيه، كمقابل مادي، ده راجل وطني مصري، كراجل عارف اللعيبه، حافظ اسلوب اللعيب المصري، الجمهور هيتعاطف معاه، هيستحمله، هيعرف يتواصل معاه. ففيتوريا نتمنى يعني كل الدعم اللي ان شاء الله حسام حسن. لكن اتحاد الكوره طبعا غلط غلطه كبيره جدا في فيتوريا وحاسب على الفاتوره، وكان لازم هو اللي يحاسب عليها، وفيتوريا طبعا هو الكسبان. ولكن اختيار كابتن حسام حسن اتمنى ان هم ما يكونوش عاملين اللي هو ايه عشان نرضي الناس، ويسيبوه يشتغل، ما يعملوش عراقيل. اعتقد حسام ما حدش يقدر ما يسيبوش يشتغل. لا في الوقت ده صعب طبعا، لان الدنيا ما حدش هيسكت بقى خلاص. هو مش هيسكت، هو هيعرف الناس كابتن حسام جريء وما بيخافش، وهيطلع لو حصلت حاجه كده هم يقول لك لا التجربه كامله بقى، يختار براحته بقى، وان شاء الله بالتوفيق. هم سابوه اعتقد في الاختيارات الاخيره دي. ده حقيقي. شايف ازاي اختياراته ان هو اختار لعيبه اكتر من الاهلي، او مش اكتر، هو معظم القايمه يعني هو 10 لعيبه من النادي الاهلي، بس بعد اصابه الشحات ضم مصطفى شلبي. ومصطفى شلبي بصراحه كان لازم يروح من الاول بصراحه، هو واخد عواد بس يعني. كان ممكن فتوح يكون موجود، محمد حمدي. ده سؤال برضه مع ان انا اهلاوي، بس هو فتوح يستحق برضه، وفتوح رجله في الملعب ولاعيب دولي وانت فاهم. بس كان ممكن دونجا حتى لو مش هيلعب برضه الفتره اللي فاتت شويه. نقول برضه انها بطوله وديه، ده حقيقي تجريبيه لسه، لكن بالتوفيق ان شاء الله. لكن هو واخد لاعبين بس من الزمالك، واحد صدفه والثاني محمد عواد. وممكن مصطفى شلبي ما يشاركش يعني، اكيد لان هو ما كانش حاطط عينه عليه اصلا ولا عايزه. بيقول هو واخد الشام بقى وانت فاهم. برضه سكه كابتن حسام حسن هتلاقيه جاب جريندو بقى وبتاع، مش عارف، تلاقيه ابراهيم عبد الخالق راجع بيلعب، فاهم. والله احنا لينا اللي يأدي، هتلعب احنا كل الدعم ما تاخدش من الاهلي ولا الزمالك، بس العب ورينا لعب. عندك فكره ازاي ممكن في نص الملعب ان هو واخد ثلاثي من الاهلي بتاع نص الملعب او اربعه يعني، قفشه وامام ومروان، مش عارف هيلعب مين ولا مين في المكان. هتلاقي مروان وامام، هتلاقي مروان وامام يعني اكيد، ومعاهم واحد تاني بقى مين ما اعرفش، مش عارف يعني. بس هو مروان وامام اساسي في نص الملعب. ممكن يكون معاهم حمدي، ولا ممكن ينزل قفشه كمان ويلعب بيه. لا ممكن هو ضامن ناس تانية من انديه تانية، ممكن تلاقي مثلا واحد موجود، بس هو مش هيلاعب الثلاثه من الاهلي يعني، صعب. يستحق فيهم. انا شايف امام برضو هو امام ومروان، اكتر واحد امام ومروان بصراحه، امام ومروان تلاقيه دفاعيا وهجوميا ومروان عطيه بصراحه. طيب احنا عندنا فقره بسيطه كده، هنجيب لك صوره اللي بيعملوها في التلفزيون دي، هنحاول نلعبها مع بعض. فقره صوره وتعليق. ماشي. نجيب لك صوره وانت علق عليها. ماشي. اول صوره امام عاشور. يعني امام عاشور بصراحه صفقه القرن للنادي الاهلي. صفقه القرن. لعيب ده هتاخد منه 10 سنين لقدام. اهلي ومنتخب مصر يعني، ربنا يبعد عنه وعن كل اللعيبه الاصابه. امين. فهو صفقه بالنسبه لي ناجحه 100% للنادي الاهلي. وكنت اتمنى انه يكمل في نادي الزمالك، هو كان عايز يرجع نادي الزمالك، انما اتقال له خلص نفسك وتعالى يا بلح يا اما يا بلح. والله العظيم يعني ايه بلح يا اما يا بلح؟ والله ما عارف، بس انت فاهم. الهم بصراحه بيولد انت فاهم الكوميديا. فلا امام عاشور زعلت عليه طبعا، واضافه كبيره للنادي الاهلي. وفي الفتره الحاليه هو احسن لعيب في مصر. انت شايف ان هو احسن لعيب في مصر؟ طبعا. احنا عندنا مقارنات جايه، عشان هو بيقول احسن لعيب في مصر، هو اختار واحد بيلعب في الاهلي كان في الزمالك سابقا، بس هو وجهه نظره يعني. انت بتقول على امام عاشور صفقه القرن واحسن لعيب في مصر. ده حقيقه في الوقت الحالي. الراجل ده ايه بقى؟ زيزو ده مين؟ الناس بتقول في اهلاويه بيقولوا احسن لعيب في مصر، انت بقى طبعا مفيش. احمد السيد زيزو طبعا هو نجم نادي الزمالك الاول. ومن وجهه نظري هو يعني مش عايز اقول الاوحد،
ولعيب ثابت على مستوى بقى له ثلاث مواسم بصراحه. هو يعني نادي الزمالك الفتره الاخيره او المواسم كلها الاخيره من غير زيزو مفيش. وزيزو كمان احسن لاعب في مصر والله العظيم. لا والله العظيم دي مجامله بقى. لا قلت لا والله انت عايز العظيم. ترجع تاني عشان ما يقولوش اصل خالد بيختار واحد في لا اقسم بالله لا اقسم بالله. انت شايف ان امام احسن لاعب في مصر؟ امام احسن لاعب في مصر. انت بتقول لاعب، ما تقوليش بقى زيزو تاني احسن لاعب. هو لا ده مين فيهم افضل لاعب في مصر حاليا؟ امام ولا زيزو؟ حاليا دلوقتي واحنا قاعدين. لا ما احنا قاعدين زيزو مصاب الفترة اللي فاتت يا خلود، مش لازم النهارده يعني. السنة دي يا راجل. لا بعد ماتش الاهلي والزمالك مين احسن لاعب في مصر؟ اهو سهلتها لك. بعد ماتش الاهلي والزمالك زيزو الصاب. طب مشيها بقى يعني زيزو وامام عاشور هم اللي احسن. لا مفيش اثنين هو واحد. زيزو رجع في كلامه يا جماعه بعد يا جدعان. ما انا قلت لك مشي الاثنين. لا مفيش مشي الاثنين. احنا هناخد يعني انت عايز نختار واحد. انا هاخد التصريح الاولاني بتاع امام احسن لاعب وهحط فيه في المونتاج بقى. المونتاج هوصل زيزو احسن لاعب في مصر. هو قال امام هشيلها في المونتاج. والله الاثنين والله العظيم بصراحه. انا لو قلت لك انت تختار مين؟ انا هختار امام طبعا. طب انا اختار زيزو. انت اخترت امام. اختار امام ماشي. يعني هنعديه عشان تقولوش حبيبي. ماشي. ثالث واحد الفولت العالي. كهروب يعني. لا طبعا كهربا لعيب جامد بصراحه يعني. حتى لما كان في الزمالك الموسم بتاع جروس ده هو كان شايل الفرقه كلها تقريبا. كان هداف الفرقه. حتى لما خدنا الكونفدراليه كان احسن لاعب في الفرقه. الله يسامح يعني اللي كان السبب ومش عارف. لكن كهربا لعيب جامد ولعيب كبير وفارق مع النادي الاهلي وطريقته اختلفت مع النادي الاهلي. لا في مكان مش مكانه وأدى فيه وأبدع فيه. لا وهدي يعني بالبلدي أخلاقيا بالبلدي تقصقص ريشه. في النادي الاهلي عندنا كان بيعمل اللي هو عايزه. انا بكلمك بمنتهى الصراحه. كهربا كان بيعمل اللي هو عايزه في نادي الزمالك وكان رقم واحد في الفرقه كلاعب جامد. انما في النادي الاهلي رغم نجوميته ورغم انه مؤثر انما ما فيش هزار. وده الفرق بين النادي الاهلي والنادي الزمالك كمؤسسه كفكر اداري. بالظبط. كمان احنا بنشوف ان هو بيحتوي امام او بيحاول انه يعود امام على هو اللي جاب المؤسسه. هو اللي جاب والله الجديده اللي بس ناجحين مع بعض. خدنا منك الفلوس يعني الحمد لله. دويتو حلو. اي حاجه طالعه منك كويسه الحمد لله. وشويه صفقات اي حاجه زي الفل. بس مش عارف الفلوس دي منصوره ولا ايه. الدولار بعدها بيوم خسرنا الكاس وبتاع. لا والدولار بعدها بيوم بقى ب 50 وانتوا واخدينها على 30. وما اعرفش خدوها اللي بعده ماشي عديها برضه. رقم 4 احمد فتوح. ماله؟ رايك في ادائه؟ لا ولا طبعا مستواه مع الزمالك. فتوح الحركه اللي عملها انا هقول لك فتوح لعيب جامد طبعا وعنده امكانيات ولعيب دولي وافضل باك ليفت مصري في مصر. مصري في مصر. اتفق معاك مصري لان طبعا ده معلول عشان الناس نكون يعني واقعيين يعني. انما فتوح ما ان شاء الله يرجع لمستواه تاني. والحركه اللي عملها دي انا رايي لسه يعني رغم ان انا خلاص قرار الاداره اتاخد واتنفذ وهم شايفين ان ده الصح نادي الزمالك. انما انا خلاص قرار الاداره احترم. انما فتوح ما كانش ينفع يكمل في نادي الزمالك. فيها تعالي شويه على نادي الزمالك بعد الحركه اللي عملها دي والحاجات. انما اعتذر. بيعدي عندنا اكتر من كده. هو الراجل اعتذر ورجع بيلعب. يعني بصراحه انما هو لعيب جامد ومؤثر وليه دور في نادي الزمالك طبعا وفي المنتخب. ما اعتقدش ليه بديل كمان يعني. كان مشي ساعتها. ما هو بيقول لك عايزين ناخد الاهلي بقى. انت فاهم؟ يعني نقعد بقى نروح فين يعني مش فاهم. نلعب بحاتم سكر يعني نرجعه تاني. ما هو مشي اصلا. رقم 5 يا جماعه مصطفى شوبير. حارس واعد. طبعا. ده مصطفى شوبير انا قلت من بعد مباراه النادي الاهلي والوداد المغربي المباراه اللي كانت في مصر نهائي افريقيا. قلت مولد حارس كبير في النادي الاهلي ولا منتخب. والمنتخب عنده شخصيه وعنده كاريزما عنده ثبات انفعالي عنده ثقه في نفسه وفي امكانياته. بصراحه سابق سنه وظلم زي ما كنا عارفين يعني وبنسمع بقى ابناء العاملين في الانديه وابن شوبير. لا بصراحه استحق المكانه مش واسطه يعني. بامانه يعني انا ما حسيتش مع احترامي للشناوي اللي هو افضل حارس في مصر بغياب. انا ما حسيتش بغياب الشناوي. ومصطفى شوبير في مباراه النادي الزمالك كان مميز.
في مباراه نهائي حشو كان الدين في مميز. الشوط الاول كان في الماتش مباراه، في كل المباريات اللي لعبها بصراحه ما عدا البنك الاهلي ما كانش ما عدا ماتش طب وده طبيعي يعني، في ماتش انما واحد. هو حارس على قدر حراسه مرمى النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي ومنتخب مصر بصراحه. ومحمد صبحي وصبحي والله كموهبه اقسم يعني حارس جامد والله، حارس كويس، انما فارق هنا بقى العقليه. شوف بقول لك ايه، يعني انت صبحي اكبر من مصطفى شوبير اكيد. شوف صبحي بيتعامل ازاي في المواقف وفي الاعلام والسوشيال ميديا، وبيمسكوا عليه مش عارف راح سهر فين انا عمري ما سمعت عن مصطفى شوبير مجتهد بصراحه حاجه زي كده ما بيطلعش. وده بصراحه مش عايز يعني اضيع كابتن شوبير حقه، لان اكيد الراجل ده ليه يعني دور ان ابنه تربية. يطلع بالتركيز ده وحافظ على نفسه في الملعب واستنى فرصته لحد ما جات له. وهو اثبت بصراحه انه لما قال مصطفى ما راحش الاهلي واسطه والله لو واسطه كان روح. انما محمد صبحي بصراحه الحركات يعني حركات عملها مع فتوح وعقليته مختلفه. فانا بصراحه صبحي حارس كويس ومميز، انما حس ان الكيمياء بتاعته وقفت مع نادي الزمالك خلاص. طيب الصوره رقم 6 يا جماعه. اتفضل انت، انا مش هتكلم. حيرت قلبي مع رضا عبد العال يعني والله. بص كابتن رضا اقسم بالله انا قعدت معاه في بيته بصراحه وعملت معاه فيديو، وراجل انا شخصيا ما والله راجل جميل وفكاهي. بس يا كابتن رضا في حاجه اسمها منطق. امام عاشور ما بيعرفش يباصي، مروان عطيه ما يستحقش يطول في النادي الاهلي. طب انت عايز ايه يعني؟ انت يعني تكيس جونياس بتاعك انت فاهم مش عارف تحت يعني قرب يدرب في وسط في المقاهي الليليه. فمش فاهم بصراحه يعني انت عايز ايه؟ والله العظيم بتطبيل النادي الاهلي. انت عايز ايه من الاهلي ومن امام عاشور؟ يعني اسلوبك اتحفظ واتقرا والناس خلاص بصراحه يعني زهقت وفهمت والترند واكل العيش كفايه، قرفنا زهقنا. قلت لك بصوته يا بيه ارتجع بقى. هو يعني فكره ان انت او يعني فكره ان انت تاخد الترند وان انا ابقى خالف تعرف خلاص الناس معظمها فهمت ولا برضه بيجيب الموضوع طبعا بتجيب طبعا على وشي وقبلها بتجيب. الاهلي ماده دسمه طبعا اكيد تناول الناس دي بس بالعقل والله مش مع ان انت لو رجعت ايام امام ما كان في الزمالك كان بيقول لك ايه ايام امام. هو على فكره لو امام ما كانش رد عليه على ستوري على الانستجرام وقال لك مش عارف ايه ما كانش كمل وبتاع، ما كانش هو داس على امام قوي تمام. بس بقت باينه قوي. انما الدليل اول الحب ده انا اسف لان درجه يبقى امام افضل لعيب في الماتش يقول لك لا اقسم بالله ايه يا عم ده 0 ده 1. انت ايه يابا في ايه؟ انت ربنا يهديه يا رب. تقييمك ايه يا كابتن رضا يعني 0 و1 بناء عليه حضرتك مدربت مين عشان تقيم الناس دي؟ الصوره اللي بعدها يا جماعه الكابتن شيكا. كابتن شيكابالا طبعا انا بحب شيكابالا جدا، وشيكابالا بالنسبه لي بحبه يعني بحب شيكابالا. هل بالنسبه لك شيكابالا اسطوره نادي الزمالك ولا في حد غيره هو اسطوره نادي الزمالك؟ انا بالنسبه لي قلتها قبل كده اسطوره نادي الزمالك اللي شافته معين بالنسبه لي لو اختار واحد احط كابتن حازم امام. ده اسطوره نادي الزمالك بالنسبه لي تمام. اللي انا شفتهم تمام احترام وادب وعمر ما حد اختلف عليه. هو في نفس الجيل يعتبر برضه ما هو شيكابالا وكان موهبه فذه ما كان فظيع يعني. طب حتى حاليا احنا قلنا انت قلت زيزو ماشي بس زيزو انت قلت احسن لاعب في الزمالك مش في مصر ان هو قال امام في مصر. زيزو احسن لاعب في مصر لا لسه المهم شيكابالا حاليا برضه مش اسطوره نادي الزمالك. شايف برضه حازم امام حتى لحد ما شيكا كمل بعد ما حازم اعتزل ولعب برضه حازم ما زال بيحافظ على المكانه دي برضه. بص يعني شيكابالا اولا انا بحبه وقلت كده، انما الاستمراريه ليها دور وليها بصراحه ان انت تديله انه يبقى من الاساطير وانما في حاجات تانية بيعملها شيكابالا وعملها شيكابالا على مدار التاريخ خصوصا مع جماهير النادي الاهلي بتقلل من القصه دي. الاسطوره ما يعملش بيزعلني يعني ما ينفعش برضه يعني مش حلوه برضه يعني ما. طب ليه بعض بحس انها بتنقص من قدر شيكابالا او لو انا مش هقول اسطوره، لو انت ما بتعملش الحاجات دي اقول انت اسطوره الاساطير بالنسبه لي والله لاني بحب شيكابالا. الاخلاق ليها وعارف ان شيكابالا طيب جدا انما مش عارف
انا اسف بيزربن مع جماهير النادي الاهلي ما بيقدرش يمسك نفسه. واحيانا ما فبحب شيكابالا طبعا، واتمنى يا رب ان ربنا يوفقه. ايه بعض جمهور الزمالك بعد الصفقه الكبيره هو قال لك امال مين غيري بتاع الاعلان ده؟ قال لي هو على عبد الله السعيد. امال انا بقى ايه؟ امال انا بقى ايه؟ شيكابالا قيمه كبيره والله ولاعب كبير، انما عبد الله بيقول هو احنا عندنا يعني بعض الجمهور برضه عشان ما نكونش بنتحامل على الناس حبايبنا الزملكاويه، فيهم ناس بتقول لك ايه ده؟ ايه ده يعني؟ انا مش عارف الكاميرا هتجيب ده. بص ده معايا يا اخوانا، ده يا جماعه ادعمونا شويه، الراجل معاه تليفون من ايامنا اهو اللي بنصور بيه يا جماعه. لا معايا انا بحب التحف دي بصراحه. 13 طبعا شغال يا باشا، تمام. ده في خط؟ طبعا والله ده عارف، ده هو اللي بيقول الو ده. ايوه هو ده بتاع الو، بيجيب شبكه تحت المترو. والله شغال. كنا بنتكلم عن بعض الجمهور اللي بيقول ان احنا عندنا اساطير، الاهلي ما فيهوش حاليا يعني اساطير، احنا عندنا شيكا وعبد الله. انت بتعتبر ان عبد الله ده عبد الله السعيد اسطوره لنادي الزمالك؟ وهو لا مش نادي الزمالك طبعا، هو عمل حاجه في نادي الزمالك. انا بكلمك بلسان جمهورك، في ناس عندك يعني انت عايز تفهمني ان في ناس من جمهور الزمالك احنا عندنا ان عبد الله السعيد اسطوره نادي الزمالك ولا اسطوره لنفسه يا سيدي؟ مع شيكابالا بقى ايه؟ لا ما هو عبد الله بصراحه عامل ارقام جامده بقى مع النادي الاهلي لدرجه انه يبقى اسطوره مصر ومعدي النادي ال100. فلا مش يعني ممكن يتحط اسطوره بس صف تاني. اسطوره صف تاني حلو المصطلح. بصراحه يعني في ناس تيجي قبله يعني. طبعا ناس كتير جدا. ما انت شايف سيبانه للاهلي قلل منه، كان ممكن يكمل ويبقى اسطوره. لا ولو كمل في النادي الاهلي اكيد كان زمانه دلوقتي معدي بقى كل الارقام. مكسب لعبد الله انه راح الزمالك ولا مكسب للزمالك انه عبد الله جايبه؟ كان مكسب لعبد الله اكتر منه للزمالك. كان يبقى للزمالك لو من موسمين فاتوا ايام الكراتين. بصراحه هيعمل 40 مليون الصوره ب 40 مليون. لكن دلوقتي عبد الله هو اللي لكن والله لو جبنا الوقت ده كان هيبقى فارق معانا. لكن دلوقتي عبد الله طبعا جماهيريه وحب، 15 مليون في الموسم ما كانش. وبيراميدز ما كمان لو جدد له ما كانش. كان عايز يجدد له موسم واحد، الزمالك 2 موسم ونص ولا 2 ايا كان. لو في شهر زياده كمان هو خد برضه حته طبعا وممكن يطلع يكمل في طبعا بعد كده يمسك مع الجماهير بقى، يبقى يطلع بقى سواء في الاعلام او يمسك في النادي او هيبقى جمهور الزمالك مكسب طبعا لاي حد اكيد. مع ان هو اهلاوي وهو اللي قال كده يعني، بس في ناس بيضحك عليها وتصدق او بتحب امام عاشور زملكاوي او كان زملكاوي. اديك قلت كان عبد الله السعيد كان اهلاوي وبقى زملكاوي. ما اعتقدش انه يبقى. اشمعنى عندنا لسه ما بقاش. ما حدش قادر عليهم والله العظيم. لا عندهم حاجه غريبه. الناس بتطلع ان هي اهلاويه. كمل يا بيه. واحد طلع اعترف ان انا اهلاوي حتى وهو في الزمالك. كان امام عاشور انا كان من صغري من صغري مش من صغري. لو قال من صغري كنا صدقناه. ماشي بس ماشي. انت شايف. عندنا مين تاني يا جماعه؟ الصوره اللي بعد كده كابتن محمد صلاح فخر العرب. شايف انه فخر العرب فعلا ولا ده كلام؟ لا مش عارف والله يعني. انا مش عارف فخر العرب يعني، مش عارف. بس انت قلت ان انت شايف حسام حسن افضل منه. مع ان حسام يعني ما عملش اللي عمله صلاح. لا هو صلاح عمل ايه؟ عالميا. لا ماليش دعوه عالميا يا اسطى. هو الواحد بعد ما مش كده بس انت بتيجي في المنتخب يعني. انا عايز افهم هو ده صلاح الكوبي يعني؟ اللعيبه مش مساعدك. الكوره وهي في رجلك مالك؟ المنتخب هيقوم على واحد يعني. الكوره وهي في رجلك فين امكانيات صلاح؟ بس في حواليه ناس ما بشوفش. انا ما بشوفش. بالاضافه لطريقه تعامله مع منتخب مصر. مش عارف الطريقه طلع مظلوم فيها. الطريقه طلع ان هو اتظلم الراجل، وفعلا الاصابه عادته ما لعبش. لا حتى لو في اصابه اسلوبه برده مش في تعالي يعني. في لا مبالاه كده وعادي وتفاهم. هو قاري كتاب الفن اللامبالاه. لا بالتوفيق ان شاء الله لمحمد صلاح يعني. هو طبعا بس عامل حاجه افضل لاعب مشرف في تاريخ مصر والكره العربيه. طيب وفخر لينا كلنا. انما بالنسبه لي مش احسن لاعب في تاريخ مصر ولا بالنسبه لي. انت قلت حسام حسن. بالنسبه لك اللي انت شفته يعني اسطوره مصر في اوروبا محمد صلاح. هو مين في اوروبا يعني وهيوصل لمحمد صلاح؟ بس ما فيش. دي حقيقه. هو مين غير اوروبا؟ ما هي اوروبا هي
الاضاءه كلها ولا الضوء كله فيها، بس النجوميه كلها. مفيش اي حاجه مع المنتخب خالص، يعني دي بالنسبه لي برضو نقطه سوداء في الدوسيه بتاعه بصراحه. وهو وتحت كمان بيكبر في آه. السن، ممكن ما يحققش. وهو فتبقى- يعني في بعض الاوقات كان عنده، انا عايز يعني اسف، حسينا بخذلان تجاهه متشابه شويه شوية. بصراحه يعني مش عارف، بس ربنا بس هو يوفقه صعدنا برضه الكاس العالم، ولا انت زي شايف ان هي تريزيجيه ضربة هو جزاء بس السبب؟ شاطها، انا هجيبها جول. انا شايف تريزيجيه هو السبب. معلش يعني، بس ربنا بس كان يوفقه. ممكن لاعب تاني ضيعها ما كناش صعدنا. ربنا يوفقه. لاعب كبير برضه. اه طبعا ما فيش شك، بس فخر العرب غصب عننا احنا، ما في ناس شايفاه احنا كده. لا نذكر يعني، بس. فصلاح ده صلاح. الصورة اللي بعدها اتنين مع بعض، كابتن المحترم الأسطورة كابتن خطيب، والكابتن المحترم برضو أستاذ حسين لبيب. تعليقك على الصورتين؟ كابتن محمود الخطيب وكابتن حسين لبيب ايد واحده، ونادي الزمالك والنادي الاهلي ايد واحده، كلنا مصريين. وكابتن محمود الخطيب راجل اسطوره وراجل محترم وراجل في اول توليه مسؤوليه اداره النادي الاهلي كان الكل بيقول ان هو مش هينجح، ولكن هو بصراحه عدى كل التوقعات وعدى ووصل يعني بصراحه في بطولات ولاعيبه عمل تاريخ كبير كرئيس نادي طبعا، هو عامل تاريخ كلاعب، وحط ايده على كل مفاتيح النادي الاهلي. كابتن حسين لبيب ابن نادي الزمالك، اسطوره من اساطير نادي الزمالك في كره اليد. كابتن حسين لبيب راجل محترم جدا، زملكاوي بيحب على قدر مجلس اداره نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله يدوم الاحترام والموده والمحبه بينهم. بوجه لهم التحيه الاثنين وبحبهم جدا الاثنين. كلام محترم من راجل محترم يعني. طيب نخش بقى على الفقره اللي بعدها، وهي فقره مين افضل. هعرض لك 3 صور وممكن تقول لي ده افضلهم او ترتبهم 1 2 3. اوكي ماشي. هنحاول نختار ناس في نفس المراكز، نفس النادي او انديه مختلفه، بس عايزين تقييمك ليهم، ممكن كمان تقييمهم. ايه رايك نغير الفقره خالص، نخليك ترتبهم 1 2 3. ماشي. يعني لو قلت لك مثلا زيزو، بيرسي تاو، حسين الشحات، انا اخترت يعني اللي هم جناحات بيلعبوا تقريبا في نفس المركز. لو رتبناهم من 1 ل 3 زي ما هم، زيزو، بيرسي تاو، حسين الشحات. حسين تحت بيرسي تاو. بيرسي تاو افضل منه بالنسبه لي. انت شايف يعني ان بيرسي افضل منه؟ طبعا. وزيزو افضل من لعيب دولي ولاعيب اساسي وكابتن منتخب من كباتن جنوب افريقيا. لا لعيب جامد ولاعيب عنده امكانيات ولاعيب وكمان عمل مع جنوب افريقيا، وصل لمكان ومؤثر جدا مع النادي الاهلي جدا يعني. هو حسين اتظلم برضه، ما راحش المنتخب. ماشي، ما احنا برضه يعني معلش، زيزو، بيرسي تاو، حسين الشحات. لو قلنا في مركز المهاجم، مع ان انا فيهم واحد مش مهاجم بس هحطه معاهم لان الاهلي ما عندوش مهاجم. كهربا وسيف الدين الجزيري، ممكن احطه معاهم وسام هو اللي مهاجم الاهلي، بس انا مش عارف ده ينفع يتحط في القائمه ولا لا ممكن الشيخ موديست معاهم. مبولولو انت شايف مبولولو يتحط مكان كهربا؟ واحد معاهم يعني يبقوا 4. خلاص طلع وسام وخلي مبولولو، كهربا، سيف الدين الجزيري في الموسم الاخير للدوري. مين؟ مبولولو رقم 1، طبيعي. كهربا رقم 2، سيف الجزيري رقم 3. الموسم اللي فات الجزيري الزمالك محتاج مهاجم. طبعا الزمالك والاهلي محتاجين مهاجمين، بس الجزيري ده بحس ان هو مزاجنجي شويه يعني. بصراحه لاعب دولي مهم، انما برضه احنا محتاجين حسام اشرف ده بتاعنا يرجع، اللي راح البلديه، فاهم؟ وفي يعني ممكن يجيب مهاجم افريقي مثلا سوبر، انما مع سيف، انما لوحده مع ناصر منسي وسامسونج هواوي مش واكلين الثلاثه مع بعض. زي تحس انها نفس الفكره في الاهلي. عندك كهربا وسام، مع ان كهربا واحد ليفل عالي جدا، واحد متوسط، مش مكانه، وواحد لسه مكانه. نورتني يا كابتن حبيبي يا ابو حميد، ويا اخويا خالد يعني. والله اتشرفت بيك، انت اخويا وحبيبي والله، وبشكرك على الاستضافه الجميله، وانت عامل شغل كويس. انت حبيبي، وان شاء الله حلقه تعجب الناس. ده شرف ليا وجودك معايا. عندي حاجه الناس ما تعرفهاش. الناس ما تعرفش خالد ما قبل السوشيال ميديا والكوره. في حاجات كتيره الناس ما نعملهم وفجاه ونوريهم حاجه بتاعت خالد الاصلي بقى، خالد الكردي، وهو نفسه ان هي تظهر للعلن والناس تحبه فيها. لو الناس عرفتها فيها تحبه فيها جدا، وهي فكره التمثيل. خالد لما ظهر في التقليد، وده يبين لك قد ايه ان الراجل ده مبدع، مش اي حد يقلد. وما قلدش واحد سهل ولا واحد الناس تقدر لا، تقلد واحد شخصيه معقده جدا، شخصيه صعبه انفعالاتها وبتاع، مش مجرد صوت ولا حنجره، لا كان بيجيب التيبيكال. ودي شخصيه واحده من اللي جوه الراجل ده جواه يعني كميه شخصيات والله رهيبه. مش تقليد، مش ان هو بيروح يقلد واحد، لا بيتقمص شخصيه، بيمثل صعيدي ويمثل تراجيدي وكوميدي بصراحه. ان شاء الله
الله بإذن اتمنى ان إن شاء الله يعني تحن على الناس دي وتديهم كام حته يعني كده في الفيديوهات بعيد عن الكوره. اعمل تشانل يوتيوب بعيد عن الكوره ان شاء الله. انا عن نفسي واحد من الناس واثق ان الناس هتحب تشوفك في ان شاء الله في التمثيل، وتكون بوابه للحاجه اللي انت بتحبها ان شاء الله باذن الله. غير التمثيل كمان بقول لكم كميه طاقات مجهوده اهو. الراجل ده يا جماعه اتنشر له ديوان سنه كام يا خالد؟ 2017 تقريبا. 2017 ديوان شعر سنة 2017 من زمان. كان واخد كمان جايزة المنيا للإبداع الإصدار الأول. دي طبعة ديوان خالد الكردي اللي اسمه حلم ما حلمتوش. أيوة. أنا قريته. الناس لو لقيته تقراه أنا ممكن كمان أرفعه لكم على الدرايف ولا حاجة، لو حد حابب يقراه يقول يعني، وأنا أرفعه لكم بعد إذنه. طبعا الناس لو تحب الناس تقرا يعني الشعر ده شعر يعني. الراجل ده عامل ديوان سنة 2017 انقطع بعدها عن الشعر. فكرناك بحاجة طبعا والله. تفتكر ايه عن المرحلة دي في حياتك، مرحلة الشعر لحد دلوقتي وصول الثقافة؟ كان راجل يعني ما بيفوتش لحد دلوقتي بقى يعني بينزل الواحد كده فبكتب حاجات برضو. وبص يعني ليه بس بتسيف يعني بعيد عن الناس بقى على السوشيال ميديا وكده. كيف انت لمزاجك يعني. مزيكا بقى ومحمود درويش بقى، فؤاد حداد، فؤاد قعود يعني. ففي بعيد عن الكوره خالص سكه. انت فكرتني والله. بتفكرك بالحاجة اللي مدفونة جواه من زمان. اقول لك حاجه؟ قول. بقول جديدة ولا في الديوان؟ لا في الديوان. عايز جديد ماشي. اصلا الديوان عارفه هنا بس اقول لك حاجه جديده. قول اللي انت تحبه. ماشي. اقول ساعات من الخوف يغيب الشوف، وكالعاده بشد خيالي واتكون واشوف الكون من الاول، واخر مشهد افتكره ملامح حواء والتنميش، وساعة ادم الكاسيو، وغيرة شجرة التفاح على المعشوق، ولهفة عيني لما المح غرام مذبوح. انا عاصي ومش هركب سفينة نوح، ومهما الخضر ينصحني هخلي ذنوبي تنطحني، وهد الحيط وهد البير على يوسف، وخلي زليخة تستنى. ما انا استنيت وعشت سنين كعنطر احمر الخدين، صديد العين ملا جوفي، وعمر اتوضى من قهري، لا خافت عبلة على خوفي ولا شيبوب حمى ظهري، وكل ما جرح بيلملم سنون الوحدة تتلملم وتقرط فيه، وعمري بيجري قدامي وانا لسه صغير سني، اخاف اندهل ولا اتغرب لعصر بعيد. يعني دي انت كده فكرتني انت. حاجه جامده يا جدعان. الراجل والله مبدع في الشعر، في التقليد، في التمثيل. راجل يعني كميه طاقات بصراحه ربنا يزيده حبيبي. ومحبه الناس ليه اكبر دليل على انه راجل نظيف من جوه. الحمد لله. ده حاجه مش شكر فيه لان انا اعرفه وهو عارف رايي فيه. الحمد لله. اخويا يعني من زمان. الحمد لله حبيبي. بس هو فعلا راجل زي ما بيطلع على الشاشه قدامكم زي ما هو في الحقيقه، ولا بيدعي حاجه مش فيه، ولا هو بينافق حد، ولا هو بيطبل سواء للاهلي ولا حتى للزمالك اللي هو بيحبه. والله يعني راجل بيعمل اللي عليه وبيقول الحق، ودي يعني بيكون لها عواقبها او ضريبتها اكيد. فانت لازم تتحمل. الحمد لله. اللي شايف فيك حاجه، انت طالما انت عارف نفسك وشايف نفسك ان انت بتعمل اللي عليك وبتقول الحق، ماكش اي حاجه. الحمد لله. سيب اللي يغلط واللي يشتم اخره ايه؟ كومنت يتمسح ولا يتعمل له بلوك. لا وده موجود يعني عند الناس كلها. الناس مش هتتفق على كل الحمد لله. ولكن احنا بنفتكر في الاخر مين؟ الراجل فعلا اللي بيقول الحق وما بيعملش حساب لحد. حبيبي. اعتقد الراجل ده ظهر في وقت كان في الناس كلها بتعمل حساب لواحد، هو طلع عمل معاه السليمه وكان بيقلده وكان كمان بيسخر منه. اي نعم هو اداله واحده في الاخر كده وقال له ما تقلدنيش. بس وخالد من ساعتها ايه لما الدور شويه. انا بشكرك يا ابو تميم والله. حبيبي انت نورتني. بودكاست عالمي والله العظيم بجد. على قدنا مش بودكاست. لا والله لا جميل والله اتبسطت. وانت عامل ديكور ممتاز وعامل شغل حلو جدا وبأقل امكانيات، وانا عارفك مبدع من زمان وموهوب جدا في الحته دي وبتطلع شغل ممتاز. والناس لما تشوف الحلقه هتعرف يا جماعه احنا بأقل امكانيات والله، لكن هو هيطلع شغل حضراتكم هتحكموا عليه. وانا بشكره جدا جدا وبتمنى له التوفيق، وان شاء الله اكون موجود معاه باذن الله اكتر من مره في القادم يعني. وبشكر حضراتكم وتحياتي ليكم زملكاويه واهلاويه وكل الناس، بحبكم جدا ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. يا رب. وان شاء الله نشوفكم كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.
كل سنه وحضراتكم طيبين، نشوفكم على خير، رمضان كريم عليكم. الله اكبر حبيبي وبتمام. وفي النهاية كل سنة وحضراتكم طيبين. أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم ونكون على قد المستوى بأقل الإمكانات، حاولنا نوصل لكم الصورة. إن شاء الله يا رب الحلقة تنال إعجابكم، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش السبسكرايب واللايك والشير لو عجبتك الحلقة، ولو ما عجبتكش دوس برضه يعني ما تزعلناش. كل سنة وحضراتكم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.